بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الفضلاء، اليوم بين يدينا كتاب من كتب العقيدة، وهو كتاب لابد لكل طالب علم ينتهج منهج السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أن يحفظ متنه. إن ملكه الله سبحانه وتعالى ومن عليه فهذا فيه خير كثير، وإن لم يستطع حفظ هذا المتن فإن عليه أن يقرأ شروح أهل العلم على هذا الأصل وهذا الكتاب القيم من كتب شيخ الإسلام الإمام محمد ابن سليمان بن عبد الوهاب التميمي، أحد علماء الإسلام وجهابذة أهل السنة والجماعة. كان له دورا قويا في قمع الشرك في جزيرة العرب وإزالته ونشر التوحيد والسنة في بلاد نجد والحجاز وغيرها، وانتفع بهذا الكتاب وغيره من مؤلفات الشيخ خلق كثير من عباد الله تبارك وتعالى. وشيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن علماء نجد، درس فيها وفي العراق وفي الحجاز وفي غيرها من البلاد. توفي رحمه الله تعالى سنة 1206 للهجرة. له كتب كثيرة أكثرها في العقيدة. كتبه رحمه الله تعالى سهلة العبارة، موجزة، فيها خير كثير وفيها فائدة. انتفع بهذه الكتب خلقا كثيرا من عباد الله. وهذه الرسالة التي بين يدينا أيها الأحبة هي رسالة الأصول الثلاث، وعلى اختلاف في تسمية هذه الرسالة، فهذه الرسالة رسالة قيمة نافعة. والأصل بارك الله فيكم هو ما يبنى عليه غيره، والأصول جمع، وهذا الجمع مفرده أصل، والأصل كما ذكرنا هو ما يبنى عليه غيره. والأصول الثلاثة التي يريدها المؤلف رحمه الله تعالى بني عليها دين الإسلام الكامل، وسيذكرها ويذكر أدلتها. والدليل أيها الأحبة تعريفه هو المرشد إلى المطلوب. كتب رحمه الله تعالى هذه الرسالة ليعلم الناس ما يجب عليهم تعلمه من أصول دينهم. فالأصل الأول هو معرفة الله، والأصل الثاني هو معرفة رسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثالث هو معرفة دين الإسلام. وقد ذكر ذلك وذكر أدلة ذلك من الكتاب والسنة، حتى يعلم الناس أن دين الله يؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، لا يؤخذ بالعقول والآراء والأهواء، وإنما يؤخذ بالاتباع لا بالابتداع. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذا الأمر، ذكر هذا الأمر في كتبه وفي مؤلفاته. المؤلف رحمه الله تعالى لم يأتي بشيء جديد، ولم يأتي بدين جديد، ولم يأتي بشيء من عنده، إنما جدد هذا الإمام من درس مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في وقته وفي زمانه. ونحن نرى للأسف الشديد هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وقاومه وألف المؤلفات في سبيل رده وبيان الدين الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نجد اليوم للأسف الشديد بيننا. ولو أنه أعاذه الله مذلك جاء بما هو جديد، أو سواء كان الإمام محمد بن عبد الوهاب أو غيره، لما قبلناه منه ولما قبلنا هذا الدين الجديد. الدين هو دين النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث الله به النبي إلى أن يرث الله الأرض علينا. فالواجب علينا بارك الله فيكم هو اتباع الكتاب والسنة، لا اتباع الرجال والتعصب لآراء الرجال المخالفة للكتاب والسنة. ولا يجوز لنا أن نعظم الرجال ونتعصب لهم على حساب دين الله تبارك وتعالى، وإنما نأخذ الحق بدليله من أي كان.
هذا هو الدين الذي جاءنا به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، به نتمسك وعليه نحيا، ونسأل الله الثبات عليه، ونسأل الله أن نموت عليه، والحق ضالة المؤمن. وأعظم أمور الدين بارك الله فيكم هو العقيدة، فهي الأساس وعليها يبنى العمل. العقيدة بارك الله فيكم هي الأساس التي يبنى عليها العمل. والعقيدة لغة مأخوذة من العقد والربط والشد بقوة. هذا من حيث اللغة. إذن العقيدة لغة مأخوذة من العقد والربط والشد بقوة. واصطلاحا هو ما يعقد عليه القلب، هو المنهج، وهو الطريق الواضح، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقه صلى الله عليه وسلم. وبين العقيدة والمنهج عموم وخصوص مطلق. فالعقيدة من المنهج، العقيدة من المنهج، المنهج شيء كامل متكامل، العقيدة منه، والمنهج أعم من العقيدة. المنهج يدخل فيه العقيدة، والمنهج يدخل فيه الفقه والمعاملات والأخلاق والآداب، وكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو داخل في المنهج ومنه العقيدة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة، وهذا دأب كل العلماء عندما يكتبون الرسائل، يكتبون المؤلفات، يؤلفون المؤلفات، فإنهم يبدأون بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهو مبدوء بالبسملة. كتاب الله القرآن مبدوء بالبسملة. وكذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يقتصر عليها في مراسلاته من دون الحمد، كما في كتابه لهرقل عظيم الروم. ففي الرسائل كان صلى الله عليه وسلم يبدأ بالبسملة. وأما في الخطب في المحاضرات فإنه كان يبدأ صلى الله عليه وسلم بالحمدلة والصلاة على نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما معنى البسملة بارك الله فيكم؟ البسملة هنا في هذه الرسالة، رسالة الأصول الثلاث، معناها أي أكتب مستعينا بالله، أكتب مستعينا بالله بالرحمة. وننبه على أمر هنا بارك الله فيكم، على أن الحديث الذي يذكره كثير من المصنفين في موضع البسملة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. حتى نبين حكم هذا الحديث وخلاصة هذا الحديث. هذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح، وعلى كثرة انتشاره بين الناس هذا لا يعني أنه حديث صحيح، فإذن حديث ضعيف ضعفه أهل العلم، ولا يصح هكذا بهذه الألفاظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يبدأ المؤلفون الذين لا يحتجون بهذا الحديث بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، لا بهذا الحديث، وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، ولا بذلك الحديث الذي ذكرنا أنه حديث ضعيف لا يصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله. اعلم هذه الكلمة يأتي بها المصنفون لإثارة الانتباه. اعلم رحمك الله، هنا هذه تشد الانتباه، تثير انتباه الإنسان، كما يستعمل كثير من عامة الناس اليوم كلمة اسمع، بالله اسمعني، هيك بهذه الطريقة، فيقولون هذا في بداية الكلام. من أجل ماذا؟ من أجل أن يثيرك وينبهك حتى تركز معه. العلم، اعلم رحمك الله، هذه الكلمة كلمة العلم. ما هو تعريف العلم؟ العلم بارك الله فيكم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه أي على حقيقته. وضد هذا الجهل، ضد العلم الجهل. والجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم العلم بالكلية، هذا جهل بسيط. رجل شخص لا يعرف أي شيء، يسألك ما حكم صلاة الاستخارة مثلا، فتقول له حكم كيت وكيت، يعني شخص لا يعلم يأتي فيسأل. أو أنت مثلا تسأله تقول له ما حكم صلاة الجنازة، صلاة الجنازة، فتراه يقول لك لا أدري لا أعرف،
هذا جهل بسيط، يعني هذا سهل جدا، من السهل أنك يعني تعلمه، لأنه هو لا يدري وهو يعلم أنه لا يدري، فتأتي وتعلمه شيئا فشيئا إلى أن يرفع هذا الجهل عن نفسه. النوع الثاني هو الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، وهذا صعب. كأن تسأل شخص ما حكم الزكاة؟ الزكاة فرض من الفروض، فتسأله ما حكم الزكاة؟ فيقول إن الزكاة مستحبة. يا أخي، يعني هذا يدرك الشيء على خلاف ما عليه في الواقع، فهذا الجهل المركب. والتعامل مع هكذا أصناف يعني تعامل يعني صعب جدا، فمن أراد به الله خيرا فإنه يهديه ويشرح صدره. هذا جهل مركب، سمي جهلا مركبا لأنه ركب جهل على جهل، فكان جاهلا لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، جهل أول. وجهل الثاني وهو أعظم من الأول، هو يظن نفسه يدري وهو لا يدري. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربعة مسائل. أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. هذه كالمقدمة بين يدي الأصول الثلاث. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى ب4 مسائل، ثم ذكر 3 مسائل، ثم بدأ بالأصول الثلاثة. قال: اعلم رحمك الله. طبعا هذا أدب أدب عظيم، أدب طيب من شيخ الإسلام الإمام المجدد رحمه الله تعالى، تلطف، أسلوب حسن جميل جدا يتلطف به مع طلبة العلم، فيدعو لهم بالرحمة. اعلم رحمك الله. انظر إلى هذه الكلمة كم لها تأثير. فأهيب بنفسي أنا وأهيب بكل أخواني من الدعاة، من طلبة الحق، طلبة العلم، أن يتلطفوا بالناس. الناس بارك الله فيكم في جهل عن عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، في جهل عن أمور دينهم، فعلينا أن نتلطف بهؤلاء العوام البشر الذين يعني في جهل. علينا أن نتلطف، علينا أن نستفيد من هؤلاء العلماء الجهابذة، كيف كانت مصنفاتهم، كيف كانت دعوتهم، كيف كان أسلوبهم في الدعوة. أي نعم، فهذا اللطف واللين في الدعوة والتعليم هو مطلوب لترغيب الناس بالخير. قال تعالى: انظروا إلى هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذا إن دل على شيء بارك الله فيكم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه هذه الآيات وعلمها للصحابة ونقلت إلينا إلى يومنا هذا، نرى أن كل من انتهج طريقة النبي تراه متأدبا بآداب القرآن، تراه متأدبا بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وانظروا، هذا فيه دليل على أن الإمام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب قد استفاد فائدة عظيمة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانتهج هذا الطريق، طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعيد الناس على ما كان عليه الناس في زمن النبي في دينهم. وقول المصنف: يجب علينا تعلم 4 مسائل. ما هو الواجب؟ كلمة واجب، الواجب لغة هو اللازم، واصطلاحا هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. يعني نحن أيضا يسميه بعض أهل العلم يقولون الفرض، ومرادف لكلمة الفرض واجب عليك أي فرضا عليك. والواجب بارك الله فيكم واجبان. الواجب نوعان: واجب كفائي وواجب عيني. احفظها بارك الله فيك، هذه فائدة. الواجب نوعان: واجب كفائي وواجب عيني. فالواجب الكفائي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، كتكفين الميت، دفنه والصلاة عليه. هذا واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين. أما إذا لم يفعلوا الكل أثموا وأثموا جميعا. أما الواجب العيني فهو واجب على كل مسلم بعينه، ذكرا كان أم أنثى، كالصلاة والصيام ومعرفة الله سبحانه وتعالى وعبادته وتوحيده. كل هذا واجب عيني، يعني فرض عين على كل مسلم. فهنا بارك الله فيك ينبه الإمام على أنه يجب علينا
يعني هذا واجب أنه وفرض علينا أن نتعلم هذه المسائل. والمسائل جمع مفردها مسألة، يعني هذه الكلمة جاءت من كلمة السؤال. وتعريفها عند أهل العلم المسألة، ما هو تعريفها عند أهل العلم؟ ما يبرهن عنه في العلم، ما يبرهن عنه في العلم، مسألة من مسائل يبرهن عليها بالعلم المستمد من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر أدلتها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويرزقنا وإياكم الثبات على التوحيد والسنة. هنا ينتهي درسنا الأول من الشرح على الأصول الثلاثة.